العشر الأواخر أن نلقى أستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور زغلول النجار. أولا من كرم الله علي شخصيا، كلما ذهبت إلى مطار من المطارات منذ سنوات طويلة يرحبون بي ويسلمون علي على أننا الدكتور زغلول النجار. قلوا والله يا ريت يعني أنا جزء يعني من ربنا يرضى عليكم، وهذا من كرم الله. وبعدين أذكر الله الدكتور زغلول في 98 امرأة كبيرة في السن بنت باشا. نعم. تقول الدكتور زغلول الحمد لله انه بدأ يظهر على التلفزيون واحنا كنا نعرفه من قبل، وهو والدكتور عمر فيهم صفة عجيبة، عندهم صفة الحياء. والله صفة عجيبة والله. والله صفة كبيرة. الله يرضى عليك. ده فين في أي مكان؟ في القاهرة والله، في مصر والله. كان فيهم صفة الحياء، واحدة من المعادي. يا الله سبحان الله. الله يرحمك. بارك الله فيك. لو حضرتك بقى تلخص الشيخ في كلمة واحدة غير الحياء. الدكتور زغلول ربنا يبارك فيه معلم من معالم إسلامنا في العصر الحديث، وهو الذي غرس هذه الشجرة الكبيرة للإعجاز العلمي في القرآن، وخرب الناس من فهم القرآن في هذا العصر. والحمد لله أننا عشنا في عصر يكون فيه الدكتور زغلول النجار. الله يكرمك. شيخنا لو تلخص حضرتك الدكتور عمر في كلمة. يعني أنا سعيد بهذه الزيارة، والدكتور عمر دائما صاحب أفضال، وما ذهبنا إلى مكان وكان هو موجود فيه إلا والتقينا على الله، والتقينا على حمل هموم هذا الدين. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منه ومنا، وأن يجزيه ويجزينا عن الإسلام خير الجزاء إن شاء الله، وأن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه وهو راض عنا. بارك الله فيك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله كل خير عليك، وعمرك الله في طاعته ونفعنا بك، وبارك الله فيك لما صنعت للإسلام والمسلمين. الله يكرمك. بارك الله فيك. لا حول ولا قوة. بارك الله فيك. هذه الزيارة إن شاء الله في ميزان حسناتك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وبالله السلامة. خلينا نتواصل يعني. يا رب إن شاء الله بإذن الله. يعني تصل بيننا المسافات. يا رب ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم.